شكلك حلو يا مريم، ولا تحبي ناديكي ام جيدن؟ يا ريت تقول لي ام جيدن. بتمنى جيدن حبيبي، قلت له اوريدي مع انه ما صار لي 24 ساعه فيلم من بيروت. ولان دي اول مقابله ليها بعد ما بقت ام، كان لازم نسالها عن احساسها بالتجربه دي. شعور ما فيني اوصفه، ما بقدر اعبر بالكلام، شيء كتير 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 حلو. من ساعه ما مريم اتجوزت وحتى بعد ما خلفت برضه في تعليقات ايجابيه وسلبيه على ان محدش شاف صوره جوزها لحد دلوقتي. وبقى سؤال مين ماخده ترند على السوشيال ميديا من بعد فيديو امل حماده. قوليلي مين ماخدي، صار لك سنه مين ماخدي؟ واحنا سالناها عن ردها. مين ماخده؟ ماخده داني متري. جوزي. صارت ترند. ايه بتمنى يوم من الايام هو يقرر انه يبين وجهه، بس بعتقد بهالطريقه انه هو مرتاح وانا كمان مرتاحه. ولانه مريم خلصت اجازه الامومه ورجعت للفن، وده معناه طبعا سفر كتير، سلمت المهمه في غيابها ليه. وهلا هو تارك كل شيء وقاعد مع البيبي، وانا عم سافر هالكم ساعه اعمل حفلتي وارجع كرمال ضلني مع جيدن. حفل موازين مهم جدا لمريم اللي غابت عن المسرح من السنه اللي فاتت، وجمهورها في المغرب كان متشوق جدا انه يشوفها، والاخبار قالت انه اللي حضروا حوالي 100,000 شخص، لكن محدش اكد الرقم ده، واللي واضح انهم تفاعلوا معاه. وبدل الفستان لبست 2، الاول من تصميم احمد الفزايري والتاني لرامي القاضي، والاجواء فضلت كده لحد ما غنت غافي اللي عملتها لابنها، ووقتها ما قدرتش تحبس دموعها. لاني بس شبينه وتكوينه. صحيح مريم رجعت خلاص للفن وللحفلات، لكن الظاهر ان الامومه مسيطره عليها اكتر كمان وموجوده حتى في اعمالها الجديده، فاطلقت من موازين فيديو كليب لاغنيه غافي اللي اهدتها لابنها جيدن. الكليب متصور بالاسود والابيض، وبيبتدي بمشهد ليها وهي حامل، وبيكمل بمشاهد مع ابنها من يوم ميلاده لغايه تاريخ تصوير الكليب. خافي